أسهل طريق تاخد اللي انت عايزه من الناس وهم مبسوطين، الشحاتة الحلال. عايز تبني بيزنس؟ عيش زي الشحات بس بإتيكيت. عايز تبقى محبوب؟ اطلب بس من غير ما تبان انك بتطلب. الناس بتحب تدي بس مش لأي حد، الناس بتدي وهي مبسوطة لو عرفت تشحت صح. انت فاكر الناس بتدي الغلبان؟ لا. فاكر الناس بتساعد اللي محتاج؟ برضه لا. الناس بتدي للي بيخليهم يحسوا انهم احسن. الناس بتدي علشان تحس انها مؤثرة. الناس بتدي لما تحس انك بتديهم قبل ما تطلب. واللي فاهم ده بيطلب زي الشحات بس بياخد زي الأمير. وده اللي أنا بسميه الشحاتة الحلال. الشحاتة بتساوي فن التأثير. انت عمرك شفت شحات في الشارع بيعيط؟ الناس بتعدي عليه عادي، بس لما تشوف واحد بيضحك وبيقولك نكتة وبيقولك هات اللي في جيبك وانا اقولك و... ويقول لك هات اللي في جيبك وانا اقول لك اطالع، انت ممكن تديله جنيه وانت بتضحك. ليه؟ لانه عمل لك تجربة، خلاك تضحك، خلاك تحس، فدفعت وانت مبسوط. نفس الفكرة في البيزنس. الناس مش بتشتري المنتج، الناس بتشتري الشعور. لو عرفت تديهم احساس بالقيمة هيدوك اللي انت عايزه وهم فرحانين. مثال، شوف اعلانات الجمعيات الخيرية، بيعرضوا طفل جعان وبعدين يقولك ب10 جنيه تطعمه يوم كامل. انت دفعت؟ ايوه، بس انت خرجت من الموقف حاسس انك بني ادم محترم. دي شحاتة حلال. الناس بتحب تدي لما تحس انك مش محتاج. اغرب حاجة، الناس بتحب تساعد الشخص اللي مش محتاج او باين عليه انه مش محتاج. ليه؟ لانهم شايفين نفسهم فيه، مش شايفينه عبء. مثال من السوق، في واحد بيبيع اكل بيتي، شكله متبهدل وبيعيط قدام الكاميرا. الناس بتحس بالشفقة وتعدي. لكن في بنت بتعمل نفس الاكل، بتصوره بكاميرا شيك، صوتها حلو، لبسها نظيف، وبتقول انا قررت اشتغل واتحدى الظروف، ودي اول طبخة ليا، جربوها ودعموني. انت بتشتري طبعا، بس انت مش بتساعدها، انت شايف نفسك فيها وعايز تدعمها. هي بتشحت بس بأدب وذكاء. النقطة الثالثة، مفيش بيع، في شحاتة مغلفة. انت لما تقول لحد اشتري مني هو بيقفل، لكن لما تقول انا عملت حاجة جامدة جدا وهتغير لك حياتك، جربها وادعيلي، انت كده شحات بس بتغليف فاخر. اسأل اي رائد اعمال كبير هيقولك المبيعات مش بيع، دي شحاتة متحضرة. انت بتطلب من الناس وقتهم، فلوسهم، انتباههم. لكن الفرق انك لو عرفتهم انك هتديهم قبل ما تاخد، هيبقوا هم اللي بيدوروا عليك. النقطة الرابعة، قصة الولد اللي باع الهوا وكسب ملايين. في ولد اسمه ريان، عنده 19 سنة، قرر يعمل صفحة على الانستجرام اسمها ديلي موتيفيشن، ينزل جمل تحفيزية عادية جدا. الناس بدأت تتابعه. بعد فترة بدأ يحط بوستات، أنا نفسي أشتري كاميرا كويسة علشان أصور فيديوهات أفضل، أي حد حابب يدعمني اللينك في البايو. تفتكر كام واحد دعمه؟ أكتر من 150 ألف دولار خلال سنتين. ليه؟ لأنه كان بيديهم أمل، طاقة، قيمة ببلاش. فلما طلب الناس كانت مبسوطة إنها بترد الجميل. هو شحات؟ بس شحات حلال، فاهم اللعبة. النقطة الخامسة، المتسول المحترف بيساوي المفاوض الذكي. لو انت رايح تقنع مستثمر او عميل او شريك او حتى واحدة تعيش معاها، انت بتشحت منهم بس بمستوى راقي. يعني ما ينفعش تقول انا محتاجك، لازم تقول انا عندي فرصة جامدة ومحتاج حد شريك يقدر قيمتها. فرق شاسع. نفس الكلام في التفاوض. لو بتعرض منتجك كأنك بتموت عليه، الطرف التاني بيشم ريحة الاحتياج وبيستغلك. لكن لما تدي قيمة وتعرضها بثقة كأنك بتقول لو مش انت في 1000 غيرك مستني، كده انت بتشحت بس من موقف قوة. النقطة الستة، البيزنس الكبير كله مبني على الشحاتة الحلال. منصة تمويل جماعي،
شحاتة. بودكاست بيطلب منك تدعمه، شحاتة. يوتيوبر بيقول لك اعمل لايك وسبسكرايب وشير، شحاتة. انا دلوقتي وانا بقول لك تابعني، شحاتة برضه. بس الفرق ان اللي بيقدم قيمة حقيقية الناس بتديله وهم فخورين. المشكلة مش في الطلب، المشكلة انك تطلب من غير ما تدي. لو عرفت تربي جمهورك انك دايما بتدي قبل ما تطلب، هيبقوا مستنيين طلباتك علشان يساعدوك. الخلاصة، مفيش حد بيكسب لوحده، ومفيش فلوس بتيجي من غير ما تطلب. بس السؤال هو هتطلب ازاي؟ هل هتبان محتاج، ولا هتبان ملهم، ولا هتستعطف، ولا هتحفز، ولا هتشحت وانت مكسوف، ولا تشحت وانت واقف على رجلك وبتدي قيمة الناس تدفع فيها من قلبها؟ لو فهمت فن الشحاتة الحلال، عمرك ما هتتذل، ولا هتتحايل، ولا هتتبهدل. هتاخد اللي انت عايزه من غير ما تمد ايدك. فعايزك اطلب زي الشحات، بس خد زي الملك. النقطة السابعة: الشحات الشاطر بيشتغل على المشاعر مش المنطق. الناس مش روبوتات، الناس بتتحرك بالمشاعر. يعني لو دخلت على واحد تقول له أنا ببيع كورس فيه 20 ساعة تعليمية ب99 جنيه بس، هيرد عليك مش فاضي وماليش في الكورسات. لكن لو دخلت تقول له انت تعبان من كتر المحاولات اللي ما بتمشيش، حاسس انك بتلف في نفس الدايرة، انا كنت زيك وخرجت وجمعت اللي فهمته في مكان واحد عشان تطلع أسرع مني، هنا انت شحت. بس شحت بقصة، شحت بألم مشترك، شحت بمشاعر مش خصائص فنية. الشحاتة الحلال عمرها ما بتيجي من العقل، هي دايما بتيجي من الوجيعة. النقطة التامنة: الشحات الحقيقي بيعرف قيمة نفسه. اوعى تفتكر ان الشحاتة معناها انك صغير او قليل، بالعكس، الشحاتة دي قوة وذكاء لو عرفت تستخدمها صح. لو انت شايف نفسك مهم وبتقدم حاجة تستاهل، هتطلب وانت رافع راسك. زي ما بيقولوا اطلبها عالية تيجي غالية. يعني ما تبصش تحت رجلك وانت بتطلب، بص في عين اللي قدامك وقول له انا عارف قيمتي، وعارف ان اللي عندي يستاهل، وانت لو ذكي هتدفع قبل ما افكر اديه لغيرك. الشحات الذكي مش محتاج، هو فاهم ان اللي عنده مطلوب. النقطة التاسعة: كل اودينس بيساوي ماكينة شحاتة مختلفة. مفيش شحاتة عامة بتمشي على الكل، لازم تبقى عارف الجمهور اللي قدامك وبتشحت عليه ازاي. لو انت بتكلم شباب تايهين، يبقى تتكلم بعشم تحسسهم انك واحد منهم وانك سبقتهم بس بخطوة. لو بتكلم ستات في بيتهم، يبقى تحسسهم انك بتفهم تعبهم وان عندك حل يريحهم. لو بتكلم رجال اعمال، يبقى تحسسهم انك صفقة مش مخلوق، وان وجودك معاهم بيساوي ربح مؤكد. يعني انت مش بس شحات، انت مخرج بتمثل الدور اللي يخلي اللي قدامك يفتح محفظته وهو بيضحك. النقطة العشرة: أكبر شحات في التاريخ اسمه مارك زوكربيرج. أيوة يا معلم، مارك بتاع الفيسبوك ده شحات. فتح لك بلاتفورم ببلاش وقال لك انزل حط صورك، اكتب، اضحك، شير. بس في الخلفية بيشحت منك وقتك، تركيزك، بياناتك، انتباهك وعواطفك، وانت مبسوط لانك فاكر انك بتستخدمه، بس الحقيقة هو اللي بيستخدمك. وبعد ما خد كل حاجة راح قال للمعلنين انا عندي مليارات الناس قاعدين عندي، لو عايزين توصلوا لهم ادفعوا. هو ده الشحاتة الحلال بمفهوم السيطرة. بيشحت منك وهو بيضحك، وبياخد من غير ما تمد ايدك، وانت اللي مبسوط بانك جوه لعبته. النقطة ال11: اللي بيطلب وهو بيكسب بيكسب أكتر. اوعى تفتكر إنك لازم تكون خسران علشان تطلب، لا. في ناس فاكرة إن الشحاتة معناها ضعف، بس الحقيقة أقوى الناس في العالم بيطلبوا وهم في قمة نجاحهم. شوف كده إيلون ماسك عنده أكبر شركات في التاريخ، بس كل شوية يطلع يقول إحنا محتاجين دعم، محتاجين مستثمرين، محتاجين ناس تصدق الرؤية. ليه؟ علشان الشحاتة دي مش حاجة بتحصل لما تقع، دي سلاح بتستخدمه علشان تكبر أكتر. اللي فاهم ده عمره ما يخجل إنه يطلب، لأنه عارف إن الطلب ده بيساوي وقود للنمو. النقطة ال12: في بيزنس اليومين دول السي او لازم يبقى شحات. يعني لو انت عندك مشروع ومش قادر تطلب من جمهورك، من السوق، من الناس، يبقى انت مش مؤهل تدير حتى كشك لب. السي اي او الشاطر
بيشحت من المستثمرين تمويل، وبيشحت من الجمهور ثقة، وبيشحت من الموظفين ولاء، وبيشحت من الصحافة صورة حلوة، وبيشحت من الميديا وقت وانتباه. بس مش بيشحت بقلة قيمة، بيشحت بعظمة ووضوح وذكاء. يعني بيعرف يقول لكل طرف أنا عندي قيمة ومحتاجك تشوفها وتستثمر فيها وتراهن عليا. النقطة 13: الشحاتة الحلال بتساوي سلاح البقاء في السوق. اللي مش بيعرف يطلب بيداس. كل اللي قاعدين ساكتين مترددين خايفين يبانوا محتاجين بيروحوا في الزحمة. لكن اللي بيقف في وسط الزحمة وبيقول أنا هنا واللي عندي يستاهل هو اللي الناس بتركز معاه. الشحاتة الحلال هي فن تقول للناس ادوني علشان أنا حديكم أكتر. ولو قدرت تزرع المعنى ده في دماغ جمهورك هيتحولوا من متفرجين لجنود بيخدموا فكرتك. النقطة 14: الشحاتة الحلال محتاجة شخصية جذابة. انت ممكن تقول نفس الجملة اللي واحد تاني بيقولها بس هو بياخد اللي هو عايزه وانت لأ. ليه؟ لأن الطلب مش بس كلمات، الطلب كاريزما، اسلوب، نظرة، أداء، نبرة، إقناع، توقيت. زي ما في شحات بيقف يقول هات أي حاجة لله ومحدش بيقف له، في واحد بيقف يقول لك اديني جنيه هضحكك النهاردة، تديله 10 من كتر ما انت اتبسطت. يبقى السؤال الحقيقي: هل انت عارف تلعب شخصيتك صح؟ هل عندك حتة الجاذبية اللي تخلي الناس عايزة تديك؟ ولا لسه بتطلب وانت عامل نفسك مش عايز وفاكر الناس هتفهم لوحدها؟ مفيش حد بيفهمك، لازم تقول. النقطة 15: الطلب الصريح أنظف من الاستعباط. الناس بتحترم اللي بيطلب بصراحة أكتر من اللي بيلف ويدور ويعمل فيها كبير وفي الآخر عايز نفس الحاجة. يعني بدل ما تعمل فيها غني النفس وبتسأل أسئلة فلسفية، قول ببساطة أنا محتاج دعمكم في كذا عشان أقدر أعمل كذا. الناس بتحب الوضوح، بتحب اللي بيسأل على قد وجهه، الناس بتحب اللي مش بيستهبل. الصراحة في الطلب بتساوي احترام متبادل. أما التملق والالتفاف الحرامية الناس بتشمه من بعيد وبتقفل. الخلاصة: الدنيا كلها ماشية بشحاتة، بس في ناس بتشحت بالقفا وفي ناس بتشحت بالعقل. في اللي بيشحت رحمة وفي اللي بيشحت استثمار. في اللي بياخد منك وانت غضبان وفي اللي بياخد منك وانت فرحان. الموضوع مش مين اللي بيطلب، الموضوع مين اللي بيخلي طلبه يبان كأنه خدمة ليك. لو عرفت توصل للناس انك بتطلب علشان تديهم اكتر، ساعتها مش بس هيدوك، دول هيستنوك تطلب تاني. البانش لاين اللي هنكسر بيه الترابيزة دلوقتي: ما تبقاش شحات خطر. يعني اطلب وانت قدها، اطلب وانت فاهم، وساعتها هتاخد اكتر من اللي كنت بتحلم بيه. كان معاكم رائد الافكار، المبرمج البشري الوحيد في الوطن العربي. ما تنساش لو عجبك الفيديو ده تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتشيره مع أصحابك علشان يبقوا شحاتين شطار. وتشوف الفيديو اللي جاي. مستنيك. سلام.